نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. في ديربي العاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة 72 من الدوري للموسم الجاري من 2024 إلى 2025. التشكيلة المثالية للإفريقي. التشكيلة المحتملة للنادي الإفريقي في حارس المرمى اليفرني. بالنسبة للديفونس الزعلوني على اليمين، علي يوسف وبن عبده في الاكس، العادة السيلي يلعب. بالنسبة للوسط أحمد خليل كبيفو سنتينيل، ويا غيث الصغير كوم روليور، وقدامهم كنمرو 10 ايد مالك. هذا الوسط. بالنسبة للاتاك الصرافي والا كين زومبي على اليمين، وحمدي العبيدي كاتاكون، والخضراوي على اليسار. غياب النجم الجزائري يوسف البلايلي بسبب عقوبة مباراتين على التوالي. تشهد تشكيلة فريق الترجي التونسي غياب النجم الجزائري يوسف البلايلي. بشير بن سعيد وسط الدفاع الجلاصي سخيوغاي مازال رجع من اصابه، بن حميد علي وبوشنيب خط دفاع الترجي التونسي. على مستوى وسط الميدان اوكبيلو الى جانب دقاء الجبالي بالطبيعه. هذا حسب رايي حسب جوم ينساس كيف مكونا فضل انه الجبري يبدا مكان رودريغيز. نرجو الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلك كل جديد. هل تتوقع فوز ساحق للترجي التونسي أم للإفريقي؟ رأي آخر أكتب رأيك في التعليقات أسفل الفيديو. ايه رأيك بقى؟ ويدخل الترجي الرياضي المباراة وهو في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري التونسي برصيد 56 نقطة بالتساوي مع الاتحاد المنستيري، على حين يأتي الإفريقي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة. كان الاتحاد التونسي لكرة القدم قرر الاستعانة بتحكيم أوروبي خلال موقعة الديربي. كم عدد جماهير مباراة الإفريقي والترجي؟ 28 ألف محب من جماهير الإفريقي نادي باب الجديد باحتساب أصحاب الاشتراكات السنوية. ويلتقي النادي الإفريقي مع الترجي مساء 21 أفريل 2025 على ملعب رادس في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت تونس، 6 بتوقيت الدوحة ومكة المكرمة. وتذاع المباراة عبر قناتي الوطنية التونسية الأولى والكأس الثانية القطرية مجانا ومنصة ديوان سبورت رقميا. ولا ننصح بخسارة أموالك لديوان سبورت. ماني دس بالفلوس بالركبة. نحن نكره الحقد ونزرع المحبة. لتحقيق أحلامكم انضموا انضموا إلينا الآن أو استعدوا انضموا. ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة الترجي الرياضي ضد نظيره فريق النادي الإفريقي وديربي العاصمة التونسية؟ نرجو أن تتركوا ذلك في التعليقات أسفل الفيديو.